شاء الله المباراة نتمنى انها تعدي على خير، ما يكونش فيها اي مشاكل. محمد عمارة ماسك الكورة ولسه ما لعبش رمية التماس، والحكم كوجا كوفي موقف اللعب. اعصاب مشدودة ولقاء حاسم ولقاء مصيري بالنسبة لمنتخب مصر وايضا بالنسبة لمنتخب السنغال، وما زال منتخب المغرب بينتظر. في رمي التماس لمنتخب مصر، هيلعب عمارة وتتنقل تاني ملعوبه تاني، حط جسمه خلاص. طارق السعيد ماشي، طارق من ناحيه الشمال ماشي، طارق تطول وبيعدي طارق بيعمل مشوار من ناحيه الشمال. طارق السعيد ويضغط تاني ويكمل طارق في احسن حالاته. طارق السعيد الماتش اللي فات كان كويس وجاب جولين في الماتش الجزائري اللي كان هناك، اللي كان في منتخب مصر، اللي كان في مصر في القاهره، كان سجل هدفين ولسه الطوب بيتحدف والازايز بتتحدف. وطبعا كده ده هيعكر صفو المباراه، وممكن نتمنى بقول لحضراتكم المباراه تستكمل، لان من البدايه بيحدفوا طوب جماهير الجزائر وبيحدفوا ازايز، ونتمنى ان يبقى طبعا الامور هاديه والمباراه تعدي بسلام. منتخبين شقيقين احباء. زمانه من توجو بيحكي له الحكم الرابع كوفي، بيقول له مشكله حكم اللقاء كوفي جوجيا، لان طبعا الاوت بيترمي صعب لعبتنا والفاولات ناحيه مدرجات الدرجه الثانيه، هنا ما بيقولوش الدرجه الثالثه اللي هي مواجهه المحظوره. لما جالينا رمي التماس ده فاول هناك بيترمي ازايز ميه فاضيه فعلا، وسمح بالفاول وشعر سمارة جوه الصندوق. عدي بدلائنا محمد عبد المنصف وابراهيم سعيد واسلام الشاطر ومحمد صلاح ابو جريشه وعبد الستار صبري وائل جمعه وشادي محمد. لسه الجوهري ما استنفذش اي تغيير. وعلى فكره كرمالي برضو الحقيقه قافل على عماره وقافل على احمد حسن، بوجود فارس جاب الخير بيقفل على عماره، و معوش بيقفل على احمد حسن، وتتلعب لبركات، ولكن التماس للجزائر. وهنشوف، لا والله مش بركات، بركات موجود في الملعب شوية، وكورة جميلة جدا 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 كلهم لعبها ناحية يمين لبركات، وبركات بيلم، لكن ضربة جزاء، ضربة جزاء، ضربة جزاء لبركات. طبعا نستنى يا جماعة، مش عاوزين تسييف وفرحة، نستنى نشوف. طبعا في اندفاع من لاعبي الجزائر بيحتاجوا على حكم اللقاء كوفي كوجيا. ضربة جزاء مديها لبركات. يا رب يا رب جول يفرق كتير يا جماعة، جول يفرق كتير. وما زلنا نحاول اكتشاف موقع مرمى هشام بن زاهر. يا رب ضربات الجزاء في توقيت بيني وبينكم بتبقى سهلة، ولكن في الموقف اللي احنا فيه انا بقول الله يكون في عون اللعيب اللي هيتصدى لهذه ضربة الجزاء، لهذه الضربة. احمد حسام ربنا يوفقك يا ابني. حوار بين احمد حسام، جول جول حطها جميلة جدا، يعطي الابن لقدمه اليسرى لتتلالى للساد 19 مايو، ويحطها على شمال هشام مظاهر ويجيب الجول الاول. احمد حسام ميدو، احمد حسام ميدو اخر عنقود الموهوبين اللي دفع فيه محمود الجوهري، وودع مرحلة المراهقة الكروية احمد حسام، ودخل مرحلة البحث عن النجومية. احمد حسام انتقل من نادي جنت البلجيكي الى نادي اياكس ب 26 مليون جنيه مصري، وهو اكبر رقم في تاريخ الكرة المصرية لاحتراف عائلة. الجماهير سايرة، الجماهير الجزائرية سايرة، وبجماهير الدرجة الثانية والزجاجات الفارغة، وحكم اللقاء في موقف لا يعتمد عليه.
الحكم كوفي كوزيا، ومراقب المباراة دومارو من توجو، والحكم من بنين، وطبعا مساعد الحكم ديري داخل جوه في الدائرة، مساعد الحكم انيام ناحية جماهير الدرجة الثانية والشرطة، وطبعا الجوهري والقافلة بتاعته علاء نبيل وفكر الصالح ومحمد ابو العز وسمير عدلي والبدلاء وكلهم، والدكتور احمد ماجد، كلهم لان في ضرب عليهم برضو بالزجاجات الفارغه من الجماهير الدرجه الاولى. سابوا الاستاد القاهره مستغرب شويه فبعيد عن الازاز الفاضيه، هنشوف قاموا الجهاز كله وداخلين جوه الملعب، والجهاز بتاعنا بهذه جماهير الجزائر. احنا بره المشاكل يا جماعه، احنا مالناش دعوه، احنا هنا بعيد، احنا بعيد خالص، احنا بعيد خالص. يلا بس معلش